السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلنت صحيفة آسا الإسبانية أن المغرب يمارس ضغطا على اللاعب لامين يامال الذي ينتمي إلى صفوف فريق برشلونة ويبلغ من العمر 16 عاما وشهرين فقط من أجل إعادة النظر في قراره بالمشاركة مع منتخب إسبانيا. الاتحاد المغربي يسعى جاهدا لإقناع اللاعب بتمثيل المنتخب المغربي في المستقبل القريب، ورغم مشاركته مؤخرا مع منتخب إسبانيا في مباراة سابقة، إلى أنه بإمكانه التحول للعب مع المغرب طالما أنه لم يشارك في أكثر من 3 مباريات رسمية أو ودية مع المنتخب الإسباني وفقا لقوانين الفيفا. وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى مشاركته في المباراة المقبلة ضد قبرص لن تمنعه من تغيير انتمائه الدولي، وأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يتمكن من الضغط على اللاعب للبقاء مع المنتخب الإسباني. وأكدت الصحيفة أيضا أن فكرة تمثيل المغرب يمكن أن تكون مغرية للاعب الشاب، وأوضحت أيضا أنه وفقا للقوانين الدولية يجب على الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حال شارك اللاعب في مباراة قبرص القادمة انتظار مرور 3 مباريات دولية رسمية مع المنتخب الإسباني قبل أن يتمكن اللاعب من اتخاذ قراره بشأن التمثيل الدولي. شكرا على حسن المتابعة.